السلام عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. ما عليكم من صوت الطيارة. صوت الطيارة هذول هنا عندنا قريب يصير قريب علينا اكو مطار للطيارات الشراعية او للطيارات الصغيرة، فدا يسوون يعني عندهم تمرين وتدريبات شلون ينزل وشلون يصعد. فما عندي غير وقت يعني اقدر بصراحة، لان راح يصير مطر، فحبيت يعني اتكلم على نبات الكرتون. كثير من الأخوة والأخوات يسألون ليش نبات الكرتون يذبل؟ ليش يفقد ألوانه؟ وشنو التربة المناسبة له؟ وشنو السماد؟ خلينا نتكلم شغلة شغلة. ليش يفقد اللون مالته؟ إذا ما أخذ الكفاية الكاملة من الإضاءة. نبات الكرتون من النباتات أساسا هي النباتات الخارجية مو داخلية، بس إذا ما توفرت الظروف بأنه يخلونه خارج البيت، يعني هو يحتاج كم ساعة شمس مباشرة، يحتاج إضاءة طبيعية أكثر من الإضاءة الصناعية. إذا صناعية ممكن تخلوا له إضاءة صناعية أو قريب على شباك تجي عليه شمس مباشرة كم ساعة، وباقي النهار تخلين عليه الإضاءة حتى ما يفقد الألوان مالته. هنا أنا خارج البيت أنا حاطته، وأساسا حاطته تحت الخيمة، بس هي الشمس عليها كل النهار إلى أن تغيب، يعني نقول نص ظل ونص ضوء طبيعي. هاي الصبح لا تجي من باب الخيمة من هنا تجي عليه شمس مباشرة، بس باقي النهار شمس من فوق الخيمة وظهر الخيمة كلها، فهي شمس عليه مباشرة. وما شاء الله شوفوا الألوان والنشاط الطبيعي، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. هاي المجموعة عندي أكثر من سندانة، تقريبا 7 أو 8 سناديل، والسنة الماضية ومن قبلها أيضا أنا كاثرتها طبعا. والطيارة فوقية صارت، إذا تريدون تشوفوها خليني أشوف لكم إياها، ما أعرف يعني أقدر أشوفها. فهنا أنا عندي أقدر أشوف لكم إياها. طبعا هذه الطيارة شوفوها قريبة كلش، تحاول تنزل على التلة اللي ورانا. فخليني ادخل هنا شوية حتى شوية بنخفف الصوت. هنا أنا حاطتهم شمس مباشرة وإضاءة طبيعية، فهو مستفاد من كل الإضاءة، كل الأشياء موجودة. وأيضا الرطوبة، يحتاج جو رطب. في حال الجو حار رشوا النبتة. خليني اوقف بصراحة لان الصوت كلش قريب، بدي ينزل على التلة الصوت كلش يعني عالي بصراحة، ما اقدر يعني ما اقدر اكمل الفيديو، بعدين اكمل لكم اياها. شوفوا حتى دا تنزل يعني اذا اشوف لكم الفيديو. والله روجني، ها صار كم يوم كل ما اطلع لازم تجي، وانا استغلها بانه بمطر، وهسه اساسا بدا المطر يعني عندنا، فاستغل شوية جو اقدر اطلع بيه. تجي هذه الطيارات، لو هذه شو اسمها السمتية أو دنيشة الشراعية لتصير الطيارات صغيرة، فلهذا تشوش علي. خلينا نقولها بصراحة، من أني أخاف من أشوف أول يوم من إجتي ونزلت، أنا صدق انرعبت من عندها. كنا أنا وأبو كرم بالحديقة نسوي مكان للدجاجات، من إجتي ونزلت يعني انرعبت بظهر بيتنا، يعني ورا السياجنا بالضبط نزلت على التلة، فلهذا خفنا من عندها كلش، أنا خاصة أنا قلت لكم أنا خوافة. فنرجع على الكرتون. يحتاج رش النبتة، لازم ترشوها، خاصة إذا جو صيف جو حار، لأن هو الكرتون من النباتات اللي يحتاج رطوبة عالية ويحتاج شمس مباشرة كم ساعة، وإذا داخل البيت إضاءة قوية جدا، أو تخلوه قريب على شباك حتى يستفاد من الإضاءة الطبيعية، لأن أهم شيء الإضاءة الطبيعية. إحنا هنا عندنا درجات الحرارة من 30 حاليا، من 30 إلى 33، ومن تصير إلى 33 إحنا نحسبها حارة عندنا. ليش؟ شنو؟ إحنا الرطوبة عالية هنا، الرطوبة إحنا نقول وخمة بالعراقي، رطوبة عالية جدا حتى تأثر على النفس يعني، خاصة بالحدائق يعني، فيحتاج رطوبة. في حالة النبتة ليش تذبل تحتاج سقي. تذبل إذا السقي مالتها تأخر، جفت التربة، تقوم تذبل النبتة، لازم تسقوها وترشوها.
حتى ترجع تريدوها بسرعة ممكن تحطوها بحوض ماء، السندانة تجيبوها لأن هي اعتيادي بالطبيعي مثقب السندانة من الأسود، تجيبوها تقعدوها تحطون نجانة أو طشة ماء أو حوض ماء، تحطون النبتة حتى رأسا تصعد الرطوبة للجذور وترجع النبتة بشكل سريع ترجع إلى طبيعتها، أو تسقوها أكثر من مرة خلال اليوم حتى ترجع طبيعتها. هاي من ناحية السقي. التربة كل أنواع التربة، بس إذا داخل البيت لازم بتموس للنباتات الداخلية، وإذا بالحديقة تعيش بكل أنواع التربة. هنا زارعيها، احنا هنا بفلوريدا زارعيها بكل اللاينات اللي قريبة على مستشفيات، على أسواق، بكل مكان مزروعة، يعني باللاينات اللي يصير بين على حافات الشوارع أو حافات الحدائق. قلنا هالتربة. السماد إذا خارج البيت والله عن الأمانة ما أستخدم أي سماد إلا لنباتات الخارجية، لأن شنو الرطوبة متوفرة، شمس مباشرة متوفرة، إضاءة طبيعية متوفرة، سقي منتظم ومنتظم. مو أقول يوم أو يومين وأسقيه، لا، من أشوف التربة تحتاج تربة ناشفة تحتاج سقي لازم أسقيها. إحنا بالصيف بالأيام الاعتيادية ماكو مطر، يا أما الصبح يا أما المغرب أسقي النباتات وأسوي لها بخاخ مي الكلها، بغض النظر عن عصاريات صباريات النباتات الورقية كلها أرشها رش مثل الغسل، يعني كأنه غسل أغسلها مثل المطر، لأن الجو حار وتحتاج النباتات تحتاج رطوبة. السماد مثل ما قلت أي سماد لا ما استخدم، بس داخل البيت استخدموا سماد NPK، اكو عشرينات هذا افضل شيء بالنسبة لي، يعني استخدمه بصراحة للداخل البيت عشرينات هو هذا كامل، ممكن كل اسبوعين او 3 اسابيع او شهر هذا تستخدمه فيه. بينما هسه هذا اللي عندي وما شاء الله بسم الله ما شاء الله شوف الالوان، عندي هذا النوع وكاثرته اكثر من مرة. اذا تريدون كتبوا لي احط لكم رابط مالت التكاثر. هاي السنة بعدني ما كاثرت وان شاء الله من اكاثر راح اشوف لكم شلون. عندي هذا النوع ما كاثرته لان كانت الاغصان صغيرة وضعيفة، ان شاء الله راح اكاثر من عندها لان صارت اغصانها شوية بها مجال اقدر اقص من عندها كم غصن واكاثر، لان هاي بس وحدة عندي. شنو بعد؟ التربة قلنا التربة هي كل انواع التربة، بس اذا داخلية لازم التربة بتموس وقليل من البرلايت اذا تريدون حتى تصير التربة بعد هش، لان هي هش اساسا يعني تربة هشة كلش اللي تصير البتموس للنباتات الداخلية. حطوا لها قليل من البرلايت حتى يزيدون فعالية مالتها بعد اكثر. يحتاج سقي، يحتاج اضاءة طبيعية. ليش تنفض الاوراق مالتها؟ تنفض الاوراق مالتها في حالة تعرضت الى العطش وايضا للاضاءة القليلة تنفض الاوراق مالتها، وايضا يتغير اللون مالتها. هذا عبن اضاءة طبيعية. شوفوا انتم كتبوا لي شو رايكم هذه الالوان ما شاء الله. شوفوا صلاة على محمد الوانها تخبر. طبعا بصراحة انا شفتها يعني من رحت للاسواق قبل كم يوم اللي عندي طلعت احلى الالوان مالتها. شوفوها. كتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم وشنو اسئله مالتكم وشنو المشاكل اللي تتعرض عليها نبات الكرتون عندكم. لهنا وصلنا على نهايه الفيديو، ان شاء الله اشوفكم فيديو قادم. لان شوفوا بدا المطر، بدت تمطر الدنيا، مطر خفيف فلازم ادخل داخل البيت. اشوفكم ان شاء الله فيديو قادم، بس لا تنسوني بالاعجاب والتعليق، ان شاء الله نتواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم شيء راحة الطيارة. نشوفكم إن شاء الله، مع السلامة.